السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي وأحداث رياضية كروية متلاحقة. لكن عايز أقول لكم على حاجة قبل ما أطلع لكم على طول. صديقي العزيز محمود النجار، وده راجل صحفي دفعتي في إعلام ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وزملكاوي متشدد من أيام الجامعة وإحنا في المناقرة ديت. بس الحقيقة في الأزمة الأخيرة بتاعت انسحاب الزمالك من ماتش الأهلي، محمود زي ناس كتيرة كانت شايفة إنه الموضوع مكمل، لدرجة إنه قال لك مش هيلعب لا ماتش الأهلي ولا سيراميكا ولا هيكمل بالكلام ده كله. وعمال فضل يا جماعة يستفزني على الغدا، لدرجة إنه يقول لك بالرهان مين يغدي التاني لو خسر الرهان؟ يا ابني بلاش. يقول لي لا، وفضل يعلي مستوى الرهان، يعني مش اي رهان ومش اي غدا ومش اي مكان. اقول له بلاش، انت راجل شغال شؤون عربيه وشؤون سياسيه، ما انتش ايدك في قلب الرياضه ومشاكلها وعارف الناس بتخطط لايه ورايحه فين. لا، كان مطمئن جدا لغايه امبارح يبعت لي مسجات: انا دي معلومه مش مجرد كذا، مش لاعبين، احنا مكملين. والكلام اللي عمال يرفع التون بتاع الرهان والتحدي ويلا. فلما حصل اللي حصل والزمالك طلع بيان العودة، قبل ما اطلع لكم بكلمه قلت له ها جهزت بالغدا ولا لا؟ فاتنهد كده وقال لي بس على فكرة انت كان عليك غدا في رهان قبل كاس العالم الأخيرة عشان المغرب. فما فيش فايدة، بقول لكم هي حالة بجد، هي حالة. لكنه أطرف ما فيها كمان إن كابتن أحمد سليمان مع مهيب امبارح بيطالب إنه ليه اتحاد الكرة ما يعيدش مباراة الأهلي والزمالك زي ما هيعيد مباراة بيراميدز وسموحة. ده على أساس إن هي يعني ظروف قهرية واحدة. عموما بيراميدز وسموحة الرابطة قررت إعادة المباراة، بس لسه ما حددتش موعد تعيد فيه المباراة، وما عندهمش مشكلة لأنه بيراميدز عنده جدوله فاضي وعدد ماتشاته اللي باقية قليلة جدا، فهيتم لاحقا تسكين موعد لمباراة بيراميدز مع سموحة. لكن الحقيقة ظلم ميدو سلامة حرق الاستاد، يعني بصراحة لجنة الحكام، وهكلمكم برضو على فيتور بيريرا. لكن اللي حصل من ميدو سلامة اعتقد لا، مسألة ما يتسكتش عليها ابدا. ده بالنسبة لقرار الرابطة في خصوص مباراة بيراميدز وسموحة. وسيبكم بقى من الكلام، اصل اللائحة بتقول لو قطع التيار. ايوه يا جماعة، لو قطع التيار في الظرف العادي، انما اللي حصل ده حريقة. لو الحريقة بالدخان والنار اللي انتوا شفتوها ديت مش ظرف قهري، يبقى ايه بقى؟ مواجهه الاهلي هي اللي ظرف قهري، هي دي المشكله. يعني الاهلي في حد ذاته ان انت تلعبه ده ظرف قهري صعب جدا احتماله. انما عايز اقول لكم انه الرابطه ما عندهاش اي صعوبه في تطبيق اللائحه. واحمد دياب طلع نفسه قال لك المباراة هتعاد، وبيراميدز بيتكلم في حاجات تانية خالص ما هياش في الموضوع، لأنه ده مش قطع كهربي عادي. على فكرة اللي حصل امبارح تسبب في تعديل موعد مباراة الاتحاد النهاردة. الاتحاد السكندري وهو بيستضيف فريق الداخلية، تم تقديم المباراة هتتلعب الساعة 5:30، وأنا أتمنى فعلا موضوع 5:30 نراعيه. يمكن النهاردة الساعة 4 مباراة البلدية مع انبي في استاد السويس، ودي اول مباراة لاحمد كشري كمدير فني لفريق البلدية خلفا لاحمد رؤوف. الحقيقة اللي انا اشوف انه عمل تجربة كويسة جدا، وواحد من المدربين الواعدين، مدرب عنده فكر وعنده رأي وعنده جرأة حتى في التعامل التكتيكي. فاتمنى على اتحاد الكرة المدربين الشباب اللي من هذا النوع يبقى فيه اهتمام شوية بتأهيلهم، وان احنا نبعتهم في معايشات بره. انت عندك عدد مش قليل من المدربين الشباب الواعدين، اتمنى الاهتمام ده اذا كان فيه اهتمام. مباراة الاتحاد اتقدمت زي ما قلت لكم، بقت 5:30، وبقت الساعة 7 مباراة الزمالك والسيراميكا كليوباترا.
ده جدول الثلاث ماتشات النهارده بعد الحريقه اللي اتعملت امبارح في استاد الاسكندريه. الحقيقه تستغرب جدا لما عمال الناس تتكلم على انه المباراه بفعل فاعل والحريقه بفعل فاعل. هو احنا وصلنا للمستوى ده بجد؟ يعني ازماتنا الرياضيه والكرويه اخلاقيا وصلت لهذا الحد ان انا اتشكك انه يطلع مسؤول في بيراميدز يقول لك لا استبعد ان ده بفعل فاعل. يعني حد هيحرق استاد الاسكندريه عشان نقطه ولا 3 نقط؟ ما ميدو سلامه بيقوم بالواجب، ما اختيار اللجنه بتقوم بالواجب. يعني يعني ما اعتقدش ابدا ان ده يبقى موجود والناس تردده بهذا الشكل. يعني ده بصراحه ما اعرفش احنا ليه بنخلق ازمات ومشاكل. يعني حد يقول لي اللي حصل ده في موضوع الزمالك كان ليه؟ ال4 طلبات زي جمهور نادي الزمالك نفسه وما فندهم في بيانات وقرارات. الاربع مطالب اللي انت قلتهم ولا حاجه تمت خالص. انما يطلع بقى حد متحدث رسمي يقول لك اصل مباراه الاهلي كانت تحصيل حاصل ومباراه سيراميكا فاصل واصل. يعني الاهلي والزمالك تحصيل حاصل فالاعتذار عنها سهل، لكن مباراه الزمالك وبيراميدز ده يعني فاصل واصل. كل الانديه من حقها تشتكي وكل نادي عنده اسبابه، وكتير من المشاكل اللي اتكلم عنها الزمالك اتكلم عنها الاهلي مرات كتيره. لكن فكره ان انا الاهلي تحصيل حاصل وان انا مش عايز العب الاهلي وشويه تسمع مبدا تكافؤ الفرص، مع انه انا اشوف انه تكافؤ الفرص الحقيقه في الدوري وفي المسابقه لو في طرف مضار بسبب هذا المعيار هو الاهلي. شوفوا عدد الماتشات اللي لعيبه الاهلي بتلعبها في نفس المدى الزمني مقارنه بغيره باي منافس اخر، هتلاقي لعيبه الاهلي هي المظلومه. لعيبه الاهلي الدوليين منهم على راي مستر كولر قال لك بيروح 18 لاعب للمنتخبات. شوفوا عدد الماتشات اللي اللعيبه دي بتلعبها، هتلاقيها مساله غير ادميه بالمره في كتير من دول العالم، حتى مش موجوده. فاحنا هنفضل على طول نكرر للجمهور بتاعنا العداله وتكافؤ الفرص ووكاله الاهرام والمعلقات السبع. والجمهور في كتير منه ناس واعيه وفاهمه وناس مثقفه، لما بتبدا تبص على المساله انت بتتكلم في ايه؟ ايه الاماره اللي انت بتتكلم عليها؟ باماره انت بتقول كده. ودايما بقول انه اسوأ حاجه في المشاكل دي كلها ان انت بتصدر للجمهور انطباعات مش حقيقيه، بتفضل دايما مادة تحفيل ومكايدات بين الجماهير مع بعضهم. قولوا للناس الصدق، قولوا للناس الحقيقه. دي سهله جدا ومحترمه جدا وتقنع قوي. لكن ارميها على الاهلي او ارميها او اردد كلام اصل دي تحصيل حاصل عشان كده قلنا مفيش مشكله عشان نحرك المياه الراكده. طب اتحركت المياه الراكده وصلت لغايه فين بقى ان شاء الله؟ ودايما يبقى الكلام على النادي الاهلي، حتى انه النهارده تحدد بعثه المنتخب الاولمبي هتسافر لباريس للمشاركه الاولمبيه اللي بنتمنى لهم فيها كل التوفيق وكل بعثتنا الرياضيه، لانه اسوأ حاجه في الوضع الرياضي بتاعنا احنا مشغولين بالكوره، والابطال الرياضيين الحقيقيين محدش واخد باله منهم، محدش بيتكلم عنهم، اللي احنا شويه وهنبقى منطالب بهم بالميداليات الاولمبيه. انما بعثه المنتخب اليوم بتسافر يوم 13 طياره خاصه 13/7، يعني احنا بنتكلم على 15 يوم تقريبا. ولا زالت مشكله الثلاثه اللي فوق السن ما اتحلتش. جهاز الراجل البرازيلي ده ميكالي عايز الثلاثه من النادي الاهلي. تسمع ان في تدخلات من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واتصالات لاقناع مسؤول الاهلي. يا جماعه مش كل حاجه تتحل على حساب الاهلي، مش كل حاجه يتداس فيها على النادي الاهلي، مش كل حاجه فيها ضحي يا نادي اهلي. النادي الاهلي كبير ولازم يعمل. ما هو النادي الاهلي ما بيتعاملش في مواقف كتيره على انه عنده حقوق مشروعه ما بياخدهاش. انما فكره ان انا انديه ما عندهاش استعداد تديك لعيب في السن الاولمبي وبتفاصل معاهم، الاهلي هتاخد منه 3 من السن الاولمبي وعايز 3 من فوق السن من النادي الاهلي، ده بأمارة ايه؟
ده بأمارة ايه بجد يعني هل مطلوب من الاهلي يتعرض لكل هذه الضغوط عشان يضحي؟ طب يضحي مدرب، انت عندك خيارات بين كل الانديه وانت بتتكلم فوق السن الاولمبي. الاربع محترفين اللي بره ما عرفتش تجيب حد منهم، لا محمد صلاح ولا تريزيجيه، وعمر مرموش مصاب، وحتى كمان مصطفى محمد ما عرفتش تجيبه، وانديتهم تمسكت بيهم، اللي عنده فتره اعداد واللي عنده راحه سلبيه بيتفسح واللي عنده الدوري الاوروبي زي تريزيجيه. طب انت يعني لامتى هنفضل دايما مطلوب من الاهلي والاهلي فقط هو اللي يضغط عليه عشان يضحي، عشان نقول من اجل المصلحه العامه؟ المصلحه العامه تقتضي العداله الكامله والانضباط الحقيقي، انما مش كل واحد عايز يحل مشاكله يبقى على حساب الاهلي ولاعيبه الاهلي والضغط الدائم على لاعيبه الاهلي. ما اعتقدش ده يعني شيء في اي شيء من العداله، لانه انتوا بتتكلموا دايما ان الزمالك عنده احسن لعيبه، تتكلموا ان بيراميدز عنده افضل كواليتي، ونيجي عند اللعيبه هات لي لعيبه الاهلي. منتخب اول يبقى كابتن حسام ياجل مباراه الاهلي وانبي، وفيتوريا ياجل مباراه الاهلي وفاركو قبل كده علشان المصلحه العامه، وبعد كده لما يجي الاهلي يلعب بشكل مضغوط وتطلع عين اللعيبه دلوقتي يبقى الاهلي عايز ايه؟ ما هو اللي بيتاجل له، انتوا اللي بتاجلوا له، انتوا اللي بتضغطوه بهذا الشكل، انتوا اللي بتضغطوا عليه علشان يفرط في لعيبه في توقيت مهم جدا. الاهلي يلعب مع بيراميدز ماتشين، ويلعب مع المصري، ويلعب مع فيوتشر، ويلعب يعني يلعب 5-6 ماتشات هم الفارقين في المسابقه السنه دي في توقيت المشاركه الاولمبيه. مطلوب من الاهلي الثلاثه لعيبه اللي في السن الاولمبي، ده امر طبيعي، لكن مطلوب منه كمان يفرط في افضل 3 لعيبه عنده او 2 لعيبه او ايا من اللاعبين علشان نتكلم على ان احنا بنقدم المصلحه العامه. المصلحه العامه والله ان احنا يكون عندنا كره محترمه، ان يكون عندنا رياضه منضبطه، ان يكون عندنا عداله رياضيه كافيه جدا، ان يكون عندنا مراعاه لكل حقوق كل الانديه. ما تميزش الاهلي بس ما تميزش عليه، لا تميز الاهلي ولا تميز عليه، سهله قوي، اديله حقه وخد منه التزاماته. انما هنصدر الكونسيبت المصلحه العامه فقط عشان يتداس على الفريق واللعيبه. كولر قال جاي، كولر قال جاي بجد من الحاله البدنيه اللي اللعيبه مجهده فيها. امبارح شفناه بيتكلم بعد الفوز على فاركو واقول لكم مثلا 3-4 نقاط مهمين. الراجل يريح كهربا يبقى فيه ازمه. طيب هو احنا هنشوف كتير من اللعيبه هتظهر وهتريح، ما هو التدوير ايه غير كده؟ ان انا هفضل حسب ظروف المباراه زي ما الراجل قال، حسب ظروف المباراه وطريقه لعب المنافس واحتياجي انا من اللاعب في هذا المركز، هاخد سين مش صاد، هلاعب عين مش دال. انت بهذا الشكل هتلاقي لعيبه كتيره هتقعد، لما يقعد يبقى فيه مشكله. انما كهربا بعد قريت خبر برضه على احد المواقع يقول لك في اجتماع النهارده قبل التمرين هيبقى المستر كولر مع خالد بيبو مع جمبر للمساعد بتاع كولر للبت في موقف كهربا وبيان اذا ما كان عنده اصابه ولا لا. طب وكل دول مش دكاتره؟ ده هو سؤال بسيط جدا للدكتور احمد جاب الله الخواجه بيساله اخبار كهربا ايه؟ عنده تقل في العضله، خلاص اوكي، شوف جهزه ياخد قد ايه، او لا سليم يبقى يجي ينزل التمرين خلاص. انما جمبرلي وخالد بيبو واجتماع ثلاثي، بقول لكم حاجات علشان يتم الايحاء وتصدير مفهوم ان في مشكله. لا، هيقعد كهربا، رضا سليم هيقعد، ما هو عشان عبد القادر بيلعب. طب ما حسين الشحات اللي الناس كانت بتتكلم على انه بعيد عن مستواه وبقى له فتره ضارب غطس، الراجل فعلا متعرض لاجهاد واضح جدا، بس الحمد لله امبارح حسين بشكل كويس، سجل هدفين وخد مان اوف ذا ماتش رجل المباراه، والوضع ماشي. فكل ما هيعمل الراجل تدوير يريح حد يدخل حد هيبقى فيه مشكله، بس كويس ان الجمهور بيبقى منتبه لكده وعارف انه الراجل لازم يعمل اتاحه فرص لاكبر عدد من اللعيبه وما يحملش على لعيبه بعينهم يجهدهم. اكرم توفيق امبارح خد كدمه في الركبه، الدكتور احمد جاب الله النهارده هيطمن عليه، هو
تشخيصه المبدئي ان هي بسيطه جدا، ان شاء الله تكون بسيطه وما يغيبش اكرم، لانه اكرم واحد من الاعمده المهمه جدا في نص الملعب، واديكم شايفين انه لما بيبقى دايما في حالته قد ايه بيبقى مهم جدا في نص الملعب. عندك بقيه اللعيبه الحمد لله الامر ماشي بشكل كويس. بيرسي تاو في مراحل متقدمه من التاهيل. علي معلول بيبدا المرحله الاولى وده كويس، يبدا المرحله الاولى من التاهيل ان شاء الله يفضل مكمل بشكل كويس. وعمر كمال ايضا بيقترب كتير من العوده لتدريبات الكره خلال ايام قليله ان شاء الله. موديست بتنتهي مدته مع الاهلي وشكرا جزيلا لك، وهي تجربه انا اشوف انه لازم يستفاد منها، لازم يستفاد منها، لانه الاعتماد على انه الراجل كان مهاجم بروسيا دورتموند، لاعب فري ترانسفير انت جايبه ببلاش فقط العقد بتاعه، دي مسائل مهمه جدا. لكنه الوقوف على المستوى الحالي للاعب، الحاله الانيه للاعب مش مستواه في السيزون اللي فات، لان انت لما جبت الراجل، معلوماتي الدقيقه حتى في الجزئيه ديت من خلال احد الاصدقاء المقربين من الوكيل بتاعه، انه كان مبطل كوره، كان مبطل كوره، ولما ما جاتلوش حاجه بعد ما خلص مع بروسيا دورتموند الراجل ريح واخد قرار انه بطل. لما جاله العرض بتاع النادي الاهلي يعني تردد وحب بعد كده ياخد التجربه. جالك وهو بدنيا لا عامل فتره اعداد ولا جاهز، وانت كنت داخل بدايه الموسم على طول، اعتقد كان مباراه اتحاد العاصمه او كده، فدخلته على طول في مود الفرقه من غير ما الراجل يكون عمل فتره الاعداد الكافيه. فالحاله البدنيه بتاعته فضل دايما لغايه امبارح مش عارف يرجع نفسه. الديناميكيه والليونه والمرونه بتاعته تحس ان الراجل فقدها. فهي مؤكد انه كان الهدف ان انت عايز تجيب حد بقدرات كويسه لمده سنه يعدي معاك الفتره الصعبه ديت، وهو لعيب فري ترانسفير. كانت المواصفات والداتا المتاحه بتقول كده بشكل قاطع، انما لما جيت انت على ارض الواقع في الملعب تبين لك انه هو مش جاهز، وفضل الخواجه دايما بيحاول يجهزه بدنيا، الوقت ما اسعفوش، واللاعب حالته البدنيه نفسها ما انقذتهوش. بس ما نقدرش نقلل ان ده كان راجل مهاجم في الدوري الالماني، لعب 28 مباراه قبل ما يجي مع بروسيا دورتموند الموسم اللي فات، فبالتالي السي في بتاعه كويس جدا، الحاله البدنيه بتاعته سيئه جدا، ففضلت المساله بين هذا وذاك. لكن في كل الاحوال اكيد الراجل النادي الاهلي كان بينشد من وراه حاجه كبيره، والراجل كان سعيد جدا بالمناخ بتاع النادي، بالنظام بتاع النادي. قال للمقربين منه ان هو يمكن قال حتى الوكيل وبعض اصدقائه الفرنسيين، انا كنت هندم جدا لو ما قبلتش العرض ده، ان انا جيت شفت نادي بمواصفات هايله جدا في افريقيا بقيمه جمهور النادي الاهلي، وكان سعيد جدا بالتجربه. هارد لك. وفي النهايه اكيد خد انطباعات كويسه عن النادي الاهلي وعن زمايله اللعيبه، وهو اللعيبه كلها بتاكد ان هو على المستوى الشخصي حد محترم وحد طيب. فشكرا موديست، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن كتير. وانا عايز اقول لكم انه محدش متاخر في فكره التدعيم والصفقات، لكن سيبوا الناس تشتغل في اجواء احسن، لان اديكم شفتوا نتيجه التدخلات ونتيجه افشاء الكلام ونتيجه الرطرطه في الكلام عن الصفقات بتبقى لصالح وكلاء ولصالح سماسرة، والمسائل بتبوظ وبتبقى مساله صعبه جدا. لكن بالمناسبه اللي حصل مع احمد القندوسي غلط جدا جدا، ان البعض يتكلم يقول انه احمد القندوسي هو اللي قال بالعيد المدافع الجزائري ما يجيش الاهلي. لا، احنا كده بنضرب علاقه لاعب بنادي في مقتل. ما عنديش مشكله لو الخبر صحيح، بالمناسبه ايا كانت قسوه الخبر، انا راجل ابن مهنه واشوف انه ايا كانت قسوه الخبر لدى اطراف اخرى، لكنه ما دام صحيح ما اقدرش الوم حد يقوله. مش مطلوب يعني لو فعلا اللاعب قال كده والصحفي اللي يطلع يقول كده عنده دليل وعنده ما يثبت وما يؤكد كده، من حقه يقوله. مش مطلوب منه يخفي خبر علشان حاجه معينه، لكن المعيار الحقيقي المهني والاخلاقي والطبيعي والقانوني
ان ما تبقاش فبركه ولا تاليف ولا رغبه في الضرب بين ده وبين ده، وتبقى المساله انه بيراميدز بيزن على احمد القندوسي عشان يجي للنادي الاهلي او يفسخ عقده مع النادي الاهلي ويخلع ويجي لهم، واتقال كلام كتير على انه متقدم له عرض كبير، واتقال كلام كتير ان في ناس تانية بتلعب في دماغ قندوسي. فيبقى بدايه او الخطوه الاولانيه ان احنا نلبسه في جمهور الاهلي، نبلغ جمهور الاهلي ان القندوسي قال لي بالعيد ما تجيش. بالعيد حسب تاكيدات الكابتن امير توفيق انه الاهلي كان قطع معاه شوط كبير جدا، الاهلي كان بعت له عقود، الدنيا كانت ماشيه كويس قوي والامور شبه منتهيه، الى ان جاله العرض البلجيكي واللي كتب عليه حفيظ دراجي اعتقد وقتها انه ده نادي هو شايف انه نقله كبيره له لاوروبا، فاتجه الاتجاه الثاني. حق الطبيعي، حق اي لاعب، ما انت بيجي لك لعيبه بتجي لها عروض بتفضل سين عن صاد او النادي ده على النادي ده، لكن ان انا اشيلها لاحمد قندوسي عشان ابوظ علاقته مع النادي الاهلي وعشان امنع عودته للنادي الاهلي وعشان اوتر علاقته بجمهور النادي الاهلي فاقول ان هو تدخل وقال، لا، ده كلام غير امين وغير اخلاقي. والمصيبه الكبيره انه يكون في الاتجاه الثاني لصالح بيراميدز، وانا بقول لكم بيراميدز على وجه التحديد لان انا اعلم الكثير من التفاصيل. شكرا جزيلا لحضراتكم.